السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم بقصة جديدة، وقصتنا النهاردة مختلفة، يا رب تعجبكم ونقدر نوصل فكرتها لحضراتكم. قصتنا النهاردة بعنوان بئر القرية. يلا بينا نبدأ قصتنا ونشوف بتتكلم عن ايه. كان في زمن بعيد في قرية قديمة كان في بير بيشرب منه كل أهل القرية. وكان في حاجة غريبة جدا، كان كل ما حد ينزل الدلو داخل البير يطلع الحبل من غير الدلو. وفضل الموضوع ده يتكرر كتير لحد ما أهل القرية ابتدوا يقلقوا ويخافوا، ومحدش كان عارف ايه السبب. وكانوا بيفتكروا ان في جن ساكن البير هو اللي بيقطع الحبل كل مرة. وأهل القرية اجتمعوا وقالوا عايزين حد من أهل القرية ينزل البير ويجيب لنا خبر قطع الحبل. وبالطبع كل واحد منهم خاف ورفض ينزل البير لأنه ما يعرفش ايه اللي هيحصل له. ولكن واحد منهم اتبرع انه ينفذ المهمة دي، انه يربطوه بحبل وينزل البير. ولكن الراجل اشترط عليهم شرط غريب جدا، ان اخوه يكون موجود ويمسك معاهم الحبل اللي هم ربطوه فيه. فاستغرب اهل القرية من طلبه، وحاولوا معاه وقالوا له انهم مجموعة كبيرة وقوية والحبل مش هيفلت منهم. لكن الراجل رفض ينزل البير الا واخوه موجود معاهم ويمسك الحبل. وفي الوقت ده ما كانش اخوه موجود معاهم، لكن اهل القرية وافقوا على طلبه وراحوا جاب اخوه عشان يمسك معاهم الحبل. ونزل الراجل بالفعل البير عشان يعرف سبب قطع الحبل، فلقى قرد جوه البير هو اللي بيقطع الحبل، وطلب منهم انهم يشدوا الحبل ويطلعوه. وراح شال القرد على راسه وطلع بيه من غير ما يعرفهم، وقال لهم اسحبوا الحبل. ولما قرب منهم وقرب يخرج من البير لقوا حاجة غريبة على راسه، افتكروا انه شيطان او جن، فسابوا الحبل وجريوا. وفعلا ما فضلش غير اخوه هو اللي فضل ماسك الحبل ومرضيش يسيبه. وخرج اخوه من البير سليم، وعرف الكل وقتها ان ربنا جعل اخوه سبب في نجاته، ولولا اخوه لسابوا كلهم الحبل وكان سقط في البير ومات. العبرة هنا في قول الله عز وجل في كتابه العزيز: سنشدد عضدك بأخيك. وربنا هنا ما اختبرش حد من الأقارب لشد العضد إلا الأخ، وده يعلمك إنك تتلاشى أي شيء يوتر علاقتك بأخوك أو بأختك. فمش هتلاقي حد في الدنيا يخاف عليك ويحبك زي أخوك. وبكده تكون خلصت قصتنا، ويا رب تكون نالت إعجابكم وقدرنا نوصل الفكرة لحضراتكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، ولو انت مش معانا في القناة دوس على زر الاشتراك الأحمر وفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتنا. واستنونا ان شاء الله في قصتنا اللي جايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.